خطرش على بالك نهار تشوف تصور باب الجبلي اليوم وتقارنها بالتصور اللي عنده 100 سنة وأكثر؟ باب الجبلي رمز من رموز صفاقس وتاريخها، أقدم باب في البلاد العربي مع باب بحر، يعني عمره قرابة 1200 سنة. شد على كل تاريخ المدينة من أفراحها وأحزانها. صعيب برشا تكون عايش في صفاقس وما تعديتش منه مرة. أول ما تدخل يعرضك جامع سيدي بوشويشة، وسيدي علي بوشويشة هو واحد من أحفاد سيدي علي القراي، ويعيطوله زادة سيدي شاوش الباب وحاجب باب الجبلي اللي كان مسؤول على عملية فتح وغلق باب الجبلي كل يوم. ويقال انه كان مرابط في مكان الجامع حاليا وتسمى باسمه، وكانت عنده مكانة علمية وقتها. كي تكمل قدام يعرضك سوق الخضرة والغربلية في الوقت الحاضر، لكن سابقا كان سوق الصباغين، واحد من أهم أسواق المدينة قديما. كانت تصير فيه عمليات صباغة الأقمشة والنسيج والصوف والقطن ودباغة الجلود، وكان حتى في ركن منه رحبة لذبح الخرفان. وفي أول النهج محلات صنع وبيع الغربال والقرداش والمغزل وآلات الإيقاع الموسيقية كيف الدربوكة والطبل. ويتفرع منه سوق الطعمة يمينا، وفي آخر سوق الصباغين يعرض سوق الرباعة لليوم. كي تدور على اليسار وانت داخل من باب الجبلي نلقاو سوق الحدادين والنجارين سابقا، اللي كان كله حوانة الحدادة على طرفي السوق قبل ما يدخلوا للفندق الموجود وسطهم ويصير اسمه فندق الحدادين، واللي خرجوا منه من البلاد العربي نهائيا سنة 2006. وفي آخر النهج نلقاو نجارة الجبوس اللي يصنعوا في أدوات فلاحية ومنزلية من خشب الزيتون عامة. كي تدور على اليمين وانت داخل من باب الجبلي نلقاو النهج عبد القادر اللي اليوم ما زلت نجم نشوف فيه الغرف، واللي هما محلات تجارية وصناعية في العلي وتطلع لهم بالدروج. وحاليا نلقاو فيه برشا بياعات الخضرة من سلق ومعدنوس ونعناع، وبياعة السعف والمواد المنزلية والبخور، وما ننساوش حانوت القلال المشهور بدعاء العقرب. ونلقاو خاصة الباب الرسمي لجامع سيدي بوشويشة.